لو ما شفتش الحلقات السابقة فروح شوفها الأول علشان تفهم الحكاية رايحة فين وجاية منين. كلمة مني بقولها لك يا صاحبي، الحكاية من هنا هتبدأ تولع أكتر وأكتر، فلو مجروح أو عندك جفاف عاطفي أنصحك تحط لايك وتكمل عادي، ربنا يشفيك ويشفيني. ويلا جهز معايا، حط لايك واشتراك ويلا نكمل الحكاية. سومان بيكون بالعربيه الفراري مستني الاخ جمال، واللي بيقول له حاضر يا عم بلبس الكوتشه. جمال كان قال لسومان ان هو طلب من حبيبته الجديده تتفرج معاه على فيلم، بس هي رفضت بعد ما اشترت تذاكر، فراح طلب من سومان يتفرج معاه على الفيلم بدل ما تذاكر تروح على الفاضي. سومان بيقول انا كنت مفكر اني هتفرج على فيلمين بس شكلي اتدبست وهتفرج على 3 بس عادي. جمال دايما كان بظهري ووقت ما كنتش بلاقي حاجه اكلها، بس الموضوع متعب، هروح السينما 3 مرات. لكن بيقول انت مين وبتعملي ايه هنا؟ بتكون واحده ركبت معاه العربيه وبتحط ميك اب، بتقول له معلش اسفه كنت بحط ميك اب وركبت العربيه بالغلط. بيقول لها تمام انزلي وخلي بالك المره الجايه. بتقول له ايوه ركبت العربيه بالغلط بس ممكن اني قابلت الراجل المناسب ليا. بتكلم نفسها وبتقول لو نزلت مش هعرف اشقطها واركب عربيه زي دي، لا مش هسيبه يروح من ايدي. ايدك مين يا حاجه؟ خدي لك دور، الواد محجوز وعليه طلب كتير، وبعدين مش مكسوفه من نفسك؟ انا اول مره اسمع عن بنت بتحاول تشقط ولد. بتقول له ممكن نضيف بعضنا سناب او واتساب. بيقول لها مش معايا تليفون. بيكلم نفسه وبيقول مفكره اني زي باقي الشباب ولا ايه؟ بتقول له خلاص يا عم اديني نازله. وهي نازله بيشوفها جمال فبيقول صح بتعملي ايه هنا؟ سومان والاخت صح بينصدموا، وجمال بيقول لها انت قلت انك رايحه عند امك المستشفى ومش هتقدري تتفرجي معايا على الفيلم. على الاقل يا اخ جمال ما قالتش ليك انها رايحه تعمل ضوافرها. اصل بصراحه من بدايه الحكايه كل البنات بتقول انها رايحه تعمل ضوافرها بس بتروح تصيد سمك، واكيد انت فاهمني. ربنا يعينك يا جمال، حظك دايما بالبنات التوكسيك. تخيل النظام بتاع سومان يظهر لي. ياه. بيقول لها بعدين انت مع سومان بالعربيه هو انتم؟ سومان بيقول اتضح ان البنت دي هي اللي رفضت جمال، اتمنى ما يفهمنيش غلط. بيقول له استنى بس وانا هشرح ليك. بيقول له لا انا فهمت كل حاجه. صح انت شفت صاحبي معاه عربيه فراري غاليه فنطيت بالعربيه معاه بس هو رفضك وقال لك تطلعي من العربيه، انت واحده ما عندكيش كرامه ودايره ورا الرجاله. وسومان بيقول له حصل عاش عليك. بيركب مع سومان وبيسيبها وبيمشي، وهي بتكون مصدومه. بتقول جمال عنده صديق غني زي ده بس ده بياخد 800 بلبل بس. بيروح الاثنين السينما وجمال بيقول له يا اسطى اشمعنى انت البنات الصواريخ دايره وراك وانا حظ زفت الزفت مش بقى غير مع التوكسيك؟ بيقول له وانا ايه عرفني يا واد خالي، حظك نحس اعمل لك ايه؟ والبنات اللي قاعدين ورا بيقولوا ولدين بيتفرجوا على فيلم مع بعض هل بيفهموا غلط. استغفر الله العظيم. لا يا عم اذا كان كده انا بقطع علاقتي مع كل العيال، انا مش عايز اشاعات تطلع عليا يا عم. سومان بيقول له شوف يا جمال الناس اللي بتكشف نقاط ضعفها بسرعه بتكون اللي بتتهزم بسرعه، وده هو الحب عامل زي ساحه المعركه، لو بينت ان جيبك مقطوع فهتخسر كل الاهتمام ومع الوقت هتخسر كل اللي جنبك سواء حبيبه او صديق. الناس بتاخد على المظاهر يا واد خالي، وكل ما اعجبت بشخص خليك صريح معاه بس ما تحققش ليه كل رغباته، لانك وقتها هتكون زي الخادم مش امير على حصان، لا هتكون راكب حمار. وانك تضيع فلوسك على واحده ده مش هيخليك تكسب قلبها وتشوفك راجل، لا دي هتشوفك محفظه او ماكينه ATM. بيقول له كلامك منطقي وبيمسك ايده وبيقول له لو سمحت يا واد خالتي، لا ولا اقول لك يا معلمي علمني ازاي صوت حريم. والبنات اللي ورا بيفهموا غلط، هو جايين يسمعوا فيلم ولا يسمعوا ايه بالضبط؟ سومان بيقول له سيب ايدي يا عم الناس فهمانه غلط الله يخرب بيتك. بيقول له والله ما عنديش كتير اعلمهولك بس الموضوع اني جميل اكتر منك، معايا فلوس اكتر منك، وعندي بنات كتير بتحبني، الموضوع ده مش هيفهمني الناس الكحيانه اللي زيك. جمال بيقول له يا واد خالتي اخلص علشان شويه وهقطع لسانك. بعد الفيلم بيطلع وجمال بيقول له الكلام معاك ريحني كتير معلم، حاسس اني بالفتره الاخيره بضايقك بس لو احتجت مساعده مستقبلا. سومان بيقول له مستقبلا بس انا محتاج مساعده دلوقتي، بعد ساعتين اتصل بيا لو عملت كده هكون شاكر جدا ليك. بيقول له ده سهل بس ليه؟ والبنات بيفهموا غلط. استغفر الله العظيم. بيقولوا ربنا يرزقكم الذريه صالحه. مين بس اخدت الصدمه انا بقى، ربنا يبعد عننا افكار البنات يا عم. سومان بيمشي وبيقول اكيد اتصالك هيساعدني اهرب من يوكي عشان اروح الموعد التالي، حشرت نفسي بمخاطره كبيره. يوكي بتكون بتستناه وبتقول هو اتاخر ليه؟ واحد بيقول لها ازيك اختي انا وائل ومن بدري شايفه كنت واقفه هنا وبصراحه كنت عايز نكون اصحاب، ايه رايك نضيف بعضنا على السناب؟ بتقول له معلش انا مرتبطه ما ينفعش. وائل بيقول لها الموضوع محرج بس عادي هنكون اصحاب مش اكتر، ضيفيني ولو ضيعتك اعملي لي بلوك. سومان بيقول له يا صاحبي مش كده، بما انها رفضتك مش لازم تذل نفسك، بص مني وتعلم. بيروح ليوكي بيزنوها بالحيط. ما تفهمش غلط يا استاذ منحرف، ده بس هيعلم الواد ازاي يشقط نسوان وانت كمان اتعلم من سومان. بيقول لها عيونك دي ولا القمر، جمالك ده ولا جمال عبد الناصر، ابتسامتك دي اللي مجنناني، ما تيجي نشوف مكان تاني فيه ناس قليله نتكلم فيه. وائل بيقول انت هتهزر معايا؟ دي هتمرجحك، هتقول لك الشارع اللي ورا ده انا هعمل لك محضر
يوكي بتقول له قشطه يلا بينا، والواد والناس كلهم بينصدموا، بيروحوا علشان يتفرجوا على فيلم اكشن هندي من بتوع شاروخان كده. يوكي بتقول له سومان هو انت مش عاجبك الفيلم ولا ايه؟ شايفاك ماسك الموبايل من بدري. بيقول لها لا ابدا معلش، بس كان في حاجات مهمه تخص العيله بحاول اهتم بيها. يوكي بتكلم نفسها وبتقول هو عنده ثروه عائليه كبيره علشان يورثها، واكيد هو تحت ضغط كبير. احنا الناس العاديه مش هنهتم بده، الناس كلها شايفه ان المهارات اللي عند سومان عاديه، هما ما يعرفوش مقدار الجهد اللي هو بيعمله والعرق اللي بينزل منه عشانهم. كل المهارات دي ما جاتش بالسهل، كان بيتدرب ليل نهار علشان تكون عنده. حصل، انا بقول حصل، هو تعب وبذل مجهود كبير، وانا هنا بضيع وقته المهم. انا حيوان استاهل ضرب الجزمه. في ايه يا اختي يوكي؟ هو انت كاتبه قصص ولا ايه؟ بتمسك ايده وسومان بيشوفها وهي بتعيط، بيقول ده فيلم اكشن، هي بتعيط ليه؟ بعد الفيلم بيكونوا ماشيين والاخت يوكي بتقول له انت جعان نشوف حته ناكل فيها؟ لسه هيرد عليها تليفونه بيرن، وانتم عارفين وانا عارفين مين اللي يرن، بس يوكي ما تعرفوش. سومان بيقول عاش يا اسطى جمال، بيرد عليه وبيقول له ايوه يا اسطى انت بتتكلم بجد؟ خلاص اقفل معايا انا جاي لك دلوقتي. مش بقولك واخد كورس تمثيل؟ سومان بيقول للاخت يوكي هضطر اروح انا دلوقتي علشان صاحبي جمال عمل مصيبه ولازم اروح ليه، معلش يعني. بتقول له عادي ولا يهمك روح. بتقول صاحب سومان عنده مشكله كبيره وهو رايح يساعده، هو فعلا راجل محترم وبيهتم باصحابه. سومان بيقول على الطلاق عندي عقل جامد، قشطه يلا هروح اطلع مع ناديه. بيبعت لها رساله وبيقول لها انا قدام بيتك. بتقول له حاضر جايه. سومان بيقول اخيرا ده اخر فيلم هشوفه، انا مش هلخبط مواعيدي تاني. ناديه بتندم عليه وبتقول له معلش اتاخرت عليك وانا عامل زي سومان. متخرفن من جمالها بالابديت الجديد. بيقول جميله جدا، مش غريب انها واحده من اجمل البنات بالمدينه. بتقول له يلا بينا. بيقول لها يلا بينا. بيكلم نفسه بيقول لو خلصنا الموعد على خير فممكن نلعب ببجي مع بعض، لما كده هنخسر بعض يا اخي سومان. ناديه خط احمر. بيروحوا يتفرجوا على الفيلم وبعدها بيروحوا مطعم عمر تلوث بياكلوا استاكوزا، وبعد ما بيخلصوا سومان بيوصلها البيت. ناديه بتقول له شكرا على اليوم الجميل ده، يلا بقى روح ارتاح ونبقى نتقابل تاني لما يكون عندك وقت. بيقول لها ناديه استني ممكن اطلع معاكي علشان اشرب ميه؟ وبالفعل بيروح معاها البيت وبيكون بيستحمى. لا استنى عشان تفهم ايه اللي حصل. ناديه بتكون قاعده غارقه في افكارها وبتقول هو قال ان هو هيشرب ميه ويمشي، بس بعد ما شرب قال ان الوقت اتاخر ومش هيقدر يروح وطلب يبات عندي، وانا زي الغبيه قلت ليه عادي. طيب ولو طلب مني نلعب ببجي اعمل ايه؟ لو كان سومان فشكلي مش هرفض. بتقول هو انا بفكر بايه بس؟ بتلاقي حاجه بجيب سومان. بتقول دي تذاكر السينما، هو معاه 4 ليه؟ هو طلع مع بنات تانية؟ ابلع يا نجم، لا ببجي ولا فري فاير. وانا اللي قلت ده المخرج مدلعك، شكل حسدتك. سومان بيطلع من الحمام وبيقول لها خلصت، لكن بينصدم لما بيشوف تذاكر السينما. وناديه بتقول له ايه تذاكر السينما ال4 دي؟ هل شفت فيلم مع بنت تانية غيري؟ لو ما كنتش بتحبني كان ممكن ترفضني، امال ليه بتطلع مع واحده تانية بعد ما دخلت حياتي؟ سومان بيقول انا. بتقول له ده عاجبك صح؟ اطلع من هنا مش عايز اشوف وشك تاني. والنظام بيبدا يخصم منه نقاط الاعجاب وبتوصل ل 75 نقطه. سومان بيقول انا خططت لكل ده، جه الوقت ابدا المسرحيه. الله يخرب بيتك. بيقول لها واضح انك مش واثقه فيا، تذاكر السينما هتخسرنا بعض. بتقول له انت هتهزر معايا؟ انت لسه عايز تبرر كمان؟ بيطلع الفون وبيقول لها اسالي جمال لو كنت رحت معاها السينما النهارده ولا لا. جمال بيرد وبيقول له ايه يا عم فين؟ عايز انام. ناديه بترد عليه وبتقول له جمال كنت عايز اسالك لو كنت مع سومان النهارده بالسينما واتفرجتوا على فيلم؟ بيقول لها ايوه كان معايا، اصل كنت المفروض اروح مع البنت صحصح بس للاسف ضحكت عليا وقالت ريحه عند امها فسحبت سومان معايا. بعدها بيستوعب ان هو بيكلم ناديه وبيقول لها استني انت ناديه تليفون سومان معاك بيعمل ايه؟ هو انتم بتلعبوا ببجي؟ ناديه بتقول هل فهمت سومان غلط؟ طب لو كان جمال بيغطي عليك كويس ان صحصح صاحبتي هسالها. بترن عليها وبتقول لها هو انت كنت رايحه مع جمال السينما النهارده؟ بتقول لها ايوه طلب مني اتفرج معاه على فيلم بس انا رفضته، وبعدها شفت واد طرش معاه عربيه فراري وكنت رايحه اغريه بس رفضني، وبعدها طلع ان هو صاحب جمال وراحوا السينما مع بعض. لو كنت اعرف ان هو صاحب جمال ما كنتش سبت جمال. سومان بيقول لها خلصت تحقيقات ولا لسه؟ هل اوريكي اخر معاملات حساب البنكي؟ بتقول له لا انا اسفه جدا. سومان بيقول لها انا حاسس بالاهانه، خاب املي فيكي. بتقول له سومان استنى انا اسفه جدا، لكن سومان بيسيبها وبيمشي. بيقول الحمد لله شويه كنت هروح بمصيبه. ويت لحظه بس، حابب اشكر الرجاله على الدعم المادي اللي بيبعتوه ليا، بسبب دعمهم المادي ودعمكم المعنوي بيشجعني ان انزل فيديوهات بشكل اسرع، خصوصا ان صحيت من النوم لقيت اخونا قصاي بعت ليا 2000، فكرتها 2000 جنيه بس طلعت 2001 كوري يعني بتاع 50 جنيه فلوس يا فتحي. يلا كبسوا مش هاكل غير لما تبعتوا لي ياس. شكرا بجد يا شباب، وان شاء الله بستمر بتنزيل باستمرار طالما دايما بتحط لايك على الفيديوهات. فيلا اشترك بالقناه علشان نوصل 100,000. عايزه اتصور مع الدرع يلا. المهم ناديه بتبعت ليه رسائل بتقول له انا اسفه كان غلطي، المفروض زي ما انت قلت نثق ببعضينا. بيقول لها عادي مفيش مشكله يا ناديه، انا كمان غلطان وكان لازم اشرح ليك
فيكي، انا كمان بعتذر. نادية بتقول من الواضح ان هو غلطي، لكن سومان بيعتذر، ده فعلا لطيف جدا ونقاط الاعجاب بتزيد. سومان بيقول الحمد لله عدت على خير وكل النقاط رجعت وزياده، لازم اخد بالي المره الجايه ولا هخسر كل حاجه. في ناس زي الادوات استخدمها، والناس التانيه من الاحسن احافظ عليهم وازيد من نقاط الاعجاب عشان يكونوا مخلصين ليا بالكامل. الغبي هو اللي هيختار شخص واحد وانا عايزهم كلهم زيها. بيسمع بنات بيقولوا ان اسلام دعم فريق المدرسه ماديا، يلا نروح هناك نشوف. بيقول اسلام خلينا نروح هناك واشوف انا كمان. بيروحوا بيلاقي ناس كتير هناك والبنات بتشجعه، فبيقول تحس ان هو جايب جماعه يمثلوا عشان الناس تحبه. بتكون دودو وليلي هناك. ليلي اول ما بتشوفه بتروح عنده على طول وبيسلم عليها. بيلاقي حد بيقول له انت هنا كمان. بتكون الاخت رحمه. العيال بيقولوا البنت ليلي صاروخ، بس مين اللي معاها ده؟ بيقول له ده سومان، عيل جنتلمان عرف يشقط 4 نسوان. الاخت كوثر بتقول له ما كفايه كلام على الناس انت وهو. بيقول لها احنا اسفين يا كبيره. بتقول انا مش طايقه ريحه الرجاله اللي هنا. يوكي بتقول لها ولا يهمك، استحملي استحملي. اسلام بيقول سومان هنا بيعمل ايه ده؟ كل دي نسوان؟ هم اتعموا ولا ايه؟ مش شايفين راجل بجمالي ولا ايه ده؟ يوكي هنا دي فرصتي للانتقام من سومان، انا كنت بلعب كره السله من عامين، اكيد مش هيقدر يهزمني. بيرمي عليه الكره لكن سومان بياخد باله وبيوقفها. بيقول له اسلام انت هتهزر معايا؟ بتحاول تنتقم مني عشان فزت عليك اخر مره؟ بيقول له انتقم منك انت مالكش قيمه اصلا، بس هديك وش، ايه رايك تنزل قدامي مباراه 1 ل1؟ سومان بيقول بتحب تلعب؟ طب تعال انا هلعب معاك. بيرمي له الكره واسلام بيقول له همسكها، لكن ده بياخد الكره وبيطير. ويوكي بتقول سومان بعت ليه الكره وما عرفش يمسكها. وكوثر بتقول لها هم الرجاله كده دايما بيحبوا الخناقات. ما في يا اختي كوثر استهدي بالله شويه. اما اسلام فبيقول سومان قوي جدا. وسومان بيقول له عايز تلعب 1 ل1؟ لا تعالى 5 ل5. الكل بينصدم لما بيقول كده. واسلام بيقول الحكام واللاعبين يخصوني وهو عايز يلعب 5 ل5؟ ده بيهزر كده، المباراه هتكون 9 ل1. بالفعل بتبدا المباراه والكره بتكون مع اسلام اللي بيقول مبتدئ ومش عارف مقامه، بعد ما افوز وقتها يوكي هتعرف مين اللي يستحقها. اما سومان بيكون متحوط من العيال، فبيقول اسلام يفكر اني معرفش ان كل اللي هنا تبعك ولا ايه. بيقول لنظام يديه خبره باللعب. واما اسلام بيكون واخد الكره وبيقول يلا نجيب جول. بيكون خلاص هيسدد، لكن تسدد مين؟ سومان بيصد الكره والكل بينصدم والعيال بيقولوا هو مش كان هنا يا ابني؟ بيقول له وكانه اختفى يا باشا. واسلام بيكون مصدوم من اللي حصل، بيقول لا ده اكيد وهم. سومان بيقول له يلا ده دوري. بيكلم نفسه وبيقول هل لسه مش عارف مقامك؟ الحكم بيصفر والكره بترجع لفريق اسلام. واسلام بيقول فيها ايه لما الكره ترجع ليا؟ مش هتعرف تعمل حاجه لان الحكم بيصفي. والناس بتبدا تتكلم عن اللي عمله الحكم وان ده ضد القواعد. سومان بيقول اسلام انت ضايقتني بجد، انك تهني ماشي هستحمل، لكن انك تهين الروح الرياضيه فلا. بيشد الاجزاء وبينطلق بيتفاداه وبيوزع احلى جول معلم. اسلام بيتعصب بيصرخ على العيال علشان تمنعها، لكن تمنع مين؟ خلاص ده حسين. بيحاصروه ولكن فات الاوان، واحده طايره نازله على دماغك والتانيه وبلع نرم. العيال والحكم بيقولوا هو بيعمل ايه؟ هو عارف انها مباراه مش كويسه، مع كده بيبذل جهده. الحكم بيفتكر ابوه وهو بيقول له بص يا ابني الحكم هو جوهر المباراه ولازم يكون عندك ضمير، وده علشان الاحترام. والعيال بيفتكروا كلام المدرب ان هو الفوز او الخساره مش بيعتمد على النتيجه، لا ده بيعتمد على المجهود اللي بتعمله، هل تستحق ده او لا. بيبداوا يعيطوا وبيقولوا احنا ناس مش تمام. العيال بترجع لضميرها والتشكيله والجمهور بينصدم. سومان بيستغرب ويوكي بتقول ان سومان بيقنع الناس بالفضيله ورجع روحهم الرياضيه. واسلام بيكون مصدوم. بعد شويه من اللعب اسلام بيكون هلكان. سومان معاه الكره وبيقول له انت اللي اهنت الروح الرياضيه، ده غلطك مش غلطي، لازم تشيل غلطك. اسلام بيقول لا لسه فاضل ليا فرصه كمان. بيحيز على سومان لكن سومان بينط. واسلام بيقول ابقى نام بالمشفى علشاني. بيضرب لكن دراعه هو اللي بيتكسر، وانا هقول حصل انا مصدق. المهم ان سومان بيجيب جول وكمان الكل بيصفق لسومان، وسومان بياخد نقاط اعجاب من البنات كلهم. سومان بيقول لاسلام بغض النظر عن قدرتك او اخلاقك فانت متستاهلش تكون قائد فريق فعلا، دي اهانه اني العب مع واحد زيك. بيقول له ما خلاص بقى ما تحسبش اني هقف عند النقطه دي. واما رحمه بتكون بتدور على سومان علشان تديه ازازه ميه، ومش هي وحدها لا دي البنات كلهم. ابن المحظوظه لا ابدا مش بحسدك والله. اما سومان بيكون هرب علشان ما يتحطش بموقف انه ياخد ازازه من واحده بس والباقي يفشخوه. بيروح البيت ياخد شاور، بيطلع وبيلاقي واحد بعت ليه رساله بيقول له هل انت مهتم انك ترتبط بواحده؟ سومان بيقول ايه ده؟ خلينا اعرفكم بالعروسه. الاخت كريستال ممثله شعبيه مشهوره وواخده المركز الاول بالجمال بين الممثلات التانيين، وكمان هي من عائله غنيه، لكن للاسف اتعرضت لفضيحه والكل بدا ينتقدها على الانترنت، وحاليا في غرامه عليها وانها تدفع 30 مليون دولار. صح عائلتها غنيه بس للاسف ما تقدرش تدفع المبلغ ده. واخوها زغلول بيقول لسومان يساعد اخته. سومان بيقول له يعني عايزنا نتجوز اختك؟
بيقول له لا يا عم مش قصدي، لا انا عايزك تشتري الفيلا بتاعت اختي. سومان بيقول كريستال نجمه مشهوره وجميله، كمان هكسب من وراها فلوس كتير. بيقول له تمام موافق، بس حدد ليا وقت اقابل اختك عشان اشتري الفيلا. بيقول له من عيوني تتخزوق عيونك يا بيه، فين النخوه، فين الرجوله، فين زر الاشتراك زغلول بيقول السيد سومان عنده اخلاق ومحترم وكمان غني ومعاه فلوس، انسان مرتب، هيكون كويس لو كان زوج اختي. اما عند اخته الصاروخ بتكلم واحد وبتقول له قول للحاج كرومبو يبعد عني، هو اصلا سبب كل الشائعات. بتقفل وبتتضايق، بتقول الراجل عجوز قلبوزه عايز يتجوزني، ده عند امه، بس هعمل ايه بالغرامه اللي عليا، انا عايزه اكون ممثله مش اكتر، هل ده صعب؟ تليفونها بيرن وبيكون اخوها اللي بيقول لها انا شفت ليكي دعم قوي. بتقول له دعم مين ده؟ بيقول لها الاخ سومان اللي اخد شهره كبيره الفتره الاخيره، قال ان هو هيشتري الفيلا. والاخت كريستال بتفكر ان التخين ده هو سومان. بتقول له انت تهزر معايا، واحد عجوز عايز يستفيد مني، انت بتساعد الناس تخدعني، لو راجل ارجع البيت. بيقول لها اسمعيني بس، الاخ سومان غير كده خالص، انت بس استني وهتشوفي، هو جاي بالطريق وخلي بالك كلميه بطريقه كويسه. كريستال بتقول مفيش بشر تمام ولا حتى اخوات، فاك ليهم كلهم، انا اموت ولا اخد قرش من الراجل. سومان بيوصل الفيلا وبيقول دي الفيلا بتاعت اخت زغلول وهي قريبه جدا من الفيلا بتاعت يوكي. بيروح يرن الجرس والاخت كريستال بتقول ده جه بسرعه. بتقول له حاضر جاي يا عم، بطل رن في الجرس. تفتح وبتقول عجوز ما عندكش صبر، لكن بتتفاجئ لما تشوف سومان اللي بيقول لها انا صاحب زغلول. بيدخل على طول من غير استئذان، والاخت كريستال بتكون لسه تحت تاثير المفاجاه وبتقول ده هو سومان، ده اجمل من كل الممثلين اللي انا شفتهم بحياتي. سومان بيقول لها ايه مش هتقعدي ولا ايه؟ بتروح بتقعد. بتقول له ايه رايك بالبيت؟ بيقول لها جامد جدا، بس سيبك من البيت، انا هنا علشان حاجه تانية. بيقول لها انا عايزك انت تكوني حبيبتي، وبيبدا النظام يربط بيها. سومان بيقول بلاش لف ودوران، خلينا نشوف رد فعلها لما ندخل بالمهم على طول. كريستال بتكلم نفسها وبتقول عايزني اكون حبيبته؟ قشطه، هديك شويه دولارات تخليك ترجع لعقلك. بتقول له عادي اكون حبيبتك، بس عندي شروط، اولا عربيه سعرها اكتر من 10 مليون دولار، وثانيا تشتري لي جناح كامل في المعادي، ثالثا استثمار في مسلسل بقيمه 500 مليون دولار، وطبعا انا البطله. ده اللي هو لما تروح تتقدم وتتخزوق. بيقول لها بجد ده سهل جدا، ايه رايك اشتري لاخوك فيلا وباقي عيلتك؟ كريستال بتتصدم، بتقول هل ده شخص مجنون ولا ايه؟ بعد شويه بيروح الفيلا زغلول وبيشوف الفراري واقفه بره. بيقول فينك معلم سومان، الفراري جامده بره. كريستال بتقول له قصدك الفراري اللي ادهاني سومان؟ بينصدم، بيقول لها اداكي فراري سعرها اكتر من 20 مليون. بتقول له واداني فلوس كمان. بيقول لها كام، مليون ولا 2؟ بتقول له 500 مليون. زغلول بيفرح وبيقول هو ما اشتراش الفيلا وادى اختي 120 مليون، شكله اعجب بيها. بيفضل يرمي ورد بالمكان وبيقول شكله هيناسبنا. اما كريستال بتفتكر سومان ولما قال لها عايزك تكوني حبيبتي، بتقول ايه اللي بيحصل، المفروض اكرهها، هو كمان ما لمسنيش او عمل حاجه خالص، هو محترم وتصرفاته تصرفات واحد نبيل. وبتبدا نقاط الاعجاب تزيد وتزيد. اما عند جماعه هونان بتكون في حفله تخرج، عقبالك كده يا صاحبي. كوثر بتقول لي يوكي سومان عيل مش تمام وسكتها بتاعت نسوان، يا بنت سبي انا مش هقدر احميكي من دلوقتي. بتقول لها لا خالص سومان مش كده، انت اللي فاهمه غلط. بتقول لها غلط مين بس؟ انت شفت بعد ما لعب كره السله في بنات كانت مستنياه تديه الميه. بتقول لها وهو مشى من غير ما ياخد من حد ميه. بتقول لها طب ولو قلت لك ان في عيد ميلادك استاجر رجاله وخلاهم يحاصروني وبعدها ظهر زي البطل علشان ينقذني عشان احبه ويلعب ببجي معايا؟ يوكي بتقول لها والله انا بدات اخاف عليكي، انا عارفه انك بتكرهي الرجاله، بس سومان مختلف، بصي ده عنده احساس قوي بالعداله وبيساعد المحتاج، وكمان هو ما كانش يعرف انك جايه. كوثر بتتصدم، بتقول هل فهمتوا غلط؟ انا عارف ان الرجاله كلهم شبه بعض. بتسيب يوكي وبتمشي ووشها بيحمر. بتقول انا حاسه بالحرج من اللي عملته. وبعد ايام بتكون بالشغل الجديد بتاعها. بتقول ده محرج جدا، انا قلت ليوكي ان سومان كان عايز يلعب معايا ببجي وهو كان بينقذني، انا كل ما افتكر الشعور بالحرج بتيجي صوره سومان بدماغي. المديره بتندم عليها وبتقول لها تعالي. بتقول لها حاضر. ولما بتشوف المديره اللي بتقول لها ان في عشاء خيري لمشاهير الاعمال هيكون مزاد، وبيقولوا ان المعلم صياد الحريم هيكون هناك، حاولي تتقربي منه وتقنعيه يدعمنا. كوثر بتقول عشاء خيري والمفروض اقرب من الراجل. بتقول لها حاضر يا مديره. اما سومان بيكون بيتكلم في الفون مع ويس واللي بيقول له ان كريستال بدات تدافع عن نفسها قدام التهم الموجهه ليها. سومان بيقول له بجد لحظه شوف. بيروح يشوف وويس بيقول له ان الشخص اللي هو شوه سمعتها كان واحد حاول يقرب منها لكن لما رفضت راح نشر حاجات مش تمام عنها. سومان بيقول له واضح ان كريستال عندها عود ممتاز بيساعدها. ويس بيقول له المهم بس في مزاد خيري هيتعمل ولازم تحضر، ده هيكون لكل الشخصيات المؤثره لازم تيجي. سومان بيقول له مزاد خيري ده احسن مكان اضيع فيه فلوسي. بيقول له تمام قشطه. عند الاخت كريستال بتكون مشغوله مع الجماعه بمحاوله تحسين صورتها. المساعد بيقول لها الواد قاعد يدعم نفسه بالفلوس، بيشتري الناس تدعمه بالتعليقات
الارتباطات والعلاقات، هنعمل ايه؟ بينما هما بيشتغلوا بتجيلها رسالة تحويل، وسومان بعت ليها 100 مليون. بتقول هل سومان شاف منشوراتي على النت وخاف عن يكون مش معايا فلوس؟ لا اكيد بيحاول يتباهى بالفلوس اللي معاه، والنظام بيبدا يديها 10 نقاط. وباليوم بتاع المزاد الكل بيكون موجود، والاخ سلامه بيقول له شوفوا من هنا وشك مختلف عن اخر مره يا زغلول، هو انت جوزت اختك ولا ايه؟ بيقول له لا لسه، بس اختي قابلت السيد صياد الحريم وحاليا اعتبره صهري مع انهم لسه ما اتجوزوش. العيال بيقولوا صياد الحريم انت قابلته؟ ايوه انا سمعت ان اختك كانت بترد على الشركات اللي كانت بتبوظ سمعتها، هل ده علشان بيدعمها المعلم صياد الحريم؟ بيكمل العيال كلام عن المعلم صياد الحريم. اسلام بيقول طب استاذن انا رايح مشوار خفيف. بيكون ماشي وبيقول بتبيع اختك علشان تكون نسيب واحد مع فلوس؟ الحفل ده حفل مهم فيه كل الشخصيات المهمه في سيول، والمعلم صياد الحريم اكتر ضيف منتظر ومهم. انا عملت بحث واستعديت ومش هعمل اي غلط، هو شيخ بلحيه ومع انه متواضع بس عنده مزاج حاد، مش وحدك اللي عايز يكون عندك صداقات. انا هستناه قدام الباب، اول ما هيوصل هروح اسلم عليه، وطبعا ارتكاب خطا معدوم لاني انا اللي هكون الوريث لمجموعه يانج. لكن هو بيتفاجئ لما بيشوف سومان جاي، بيقول هو بيعمل ايه هنا وكمان لابس ملابس الامن. سومان بيقول انا صرفت كتير علشان احضر العشاء ده، ضيعت 20,000 علشان البدله لوحدها، كل ما افكر بالموضوع احس بالحزن. لكن هو بيتفاجئ لما بيشوف حراس الامن لابسين نفس الملابس، فبيقول ايه ده، هل بيلبس حراس الامن ملابس غاليه كده؟ اسلام بيقول له ايه ده، هو مش انت نجم كرة السله سومان؟ هو انت ما معكش فلوس فاشتغلت حارس امن ولا ايه؟ سومان بيقول له انا مش حارس امن، انا مدعو للحفله، وبعدين احنا مش اصحاب فابعد عني. اسلام بيقول له ياه وانا كمان اتدعيت للحفله، تعالى ندخل مع بعض. بيكلم نفسه بيقول النهارده هتاكد اني هحفل عليك بالمكان ده. الامن بيقول له سومان ممكن بطاقه الدعوه؟ سومان بيقول له دعوه ايه؟ اسلام بيقول ياه ازاي بيتم دعوه واحد من غير بطاقه؟ انت متاكد ان حد دعاك؟ شوف يا صاحبي يا سومان، بطل تتظاهر انك شخص غني، انا وانت عارفين انك حارس امن، فبطل تضحك على نفسك وتعيش دور مش دورك. المصيبه يا اخ اسلام ان ده هو اللي انت طالع مستنيه عند البوابه، علشان كده في مثل بيقول لك لا تحكم على الكتاب من غلافه. لو مفكر ان الحكايه عباره عن صيد البنات فاحب اقول لك لا، لان المقطع القادم عباره عن فخامه، حاله خاصه فيها اكشن كمان. متحمس تعرف ايه اللي هيحصل بالمقطع القادم والجزء الاخير من القسم الثاني من حكايه سومان؟ تعال احرق عليك شويه، جزئيه صغيره ما تعملش هم. بالمقطع القادم سومان هيقتل شخص والشرطه هتاخده تحقق معاه. ها حمستك؟ وطبعا هتقولي يلا نزل الجزء الثامن بسرعه. احب اقول لك نعمل تحدي الاول، وهو اننا نوصل 100,000 مشترك، بما انه خلاص قربنا والمقطع يوصل 15,000 لايك، ووقتها ينزل المقطع على طول. تقدر تعتبره جاهز، انتم بس حطوا لايك واشتراك وانشروا المقطع بكل مكان علشان يجيب لايكات كتير، وخليكم متحمسين للقادم. وبس هنا تكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد. والسلام عليكم. ابعتوا لي فلوس، قصدي ابعتوا لي صواريخ، كبسوا اوكي السلام عليكم. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled.